بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة تالتة إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ميعادنا مع حل امتحان محافظة القليوبية لمادة الدراسات الاجتماعية اللي امتحنوه النهاردة الخميس 26/1/2023. 26/1/2023. كل التمنيات بالنجاح والتوفيق لأبنائنا في محافظة القليوبية وعقبال باقي كل المحافظات بإذن الله. أول سؤال جابه في محافظة القليوبية خريطة لقارة أمريكا الشمالية، وأول ما سأل على المسطح المائي اللي موجود في شمال قارة أمريكا الشمالية في المكان ده. طبعا ده المحيط القطبي الشمالي. تاني حاجة سأل عليها النهر اللي موجود في المكان ده واللي بيصب في خليج هيدسون. طبعا الإجابة نهر نيلسون. رقم 3 سأل عن الإقليم المناخي اللي موجود في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة الأمريكية في المكان ده. طبعا ده إقليم البحر المتوسط. رابع حاجة سأل عليها الجبال اللي موجودة في شرق قارة أمريكا الشمالية في المكان ده. طبعا دي اسمها جبال الأبلاش. نقول الخريطة تاني: مسطح مائي المحيط القطبي الشمالي. 2 نهر نيلسون. 3 إقليم البحر المتوسط. 4 جبال الأبلاش. تاني سؤال معانا: اكتب المفهوم الجغرافي الذي تشير إليه العبارات الآتية. موقع المكان سواء كان قارة أو دولة أو غيرها بالنسبة للأماكن الأخرى، ده طبعا اسمه موقع جغرافي. علم دراسة السكان ويدرس نمو السكان وتوزيعهم وتركيبهم هو الديموغرافيا. يبقى علم دراسة السكان ويدرس نمو وتوزيع وتركيب السكان، طبعا ده اسمه الديموغرافي. السؤال رقم ج: ما العلاقة بين هضاب وسط وشرق إفريقيا ونهر النيل؟ هقول نهر النيل ينبع من هضاب وسط وشرق إفريقيا بين قوسين هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية. تاني هنقول نهر النيل ينبع من هضاب وسط وشرق قارة إفريقيا بين قوسين هضبة الحبشة والبحيرات الاستوائية. هو أنا لو قلت يا مستر هضاب وسط وشرق إفريقيا الحبشة والبحيرات الاستوائية منابع لنهر النيل يبقى الإجابة صح؟ طبعا صح 100%. السؤال الثاني: ما العلاقة بين معدلات تعلم الإناث وعادات وتقاليد بعض الشعوب؟ هنقول توجد بعض العادات والتقاليد الخاطئة التي تمنع تعلم الإناث مثل الزواج المبكر والحفاظ عليها. يبقى نقول حيث توجد بعض العادات والتقاليد الخاطئة التي تمنع تعلم الإناث مثل الزواج المبكر وحفاظا عليه. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 سهول فيضية بتمتد من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب في قارة أمريكا الجنوبية. سهول نهر الأوريانكو، ساو فرانسيسكو، لابلاتا الأمازون. طبعا الإجابة لابلاتا. لابلاتا لأنها بتمتد من الشمال إلى الجنوب. السؤال الثاني: يتركز سكان استراليا على السواحل الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية. طبعا الإجابة الشرقية. الإجابة الشرقية بسبب وجود المدن الصناعية مثل مدينة سيدني. السؤال اللي بعده: من السلالات الغير نقية الإسكيمو، العرب، الأستراليون الأصليون والهنود. لا طبعا الإجابة العرب. 4 من الدول ذات الدخل الاقتصادي فوق المتوسط: المكسيك، البرازيل، أوكرانيا، الصين. طبعا الإجابة المكسيك. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبة على زيادة عدد السكان في معظم دول قارة آسيا؟ الإجابة كالتالي: 1 نقص الغذاء، 2 انخفاض مستوى الفرد من الدخل القومي، 3 انخفاض مستوى المعيشة، 4 وجود هجرات غير شرعية بتتجه في معظمها للدول المتقدمة في قارة أوروبا مثل إيطاليا وأسبانيا. ما النتائج المترتبة على تساوي معدل المواليد مع معدل الوفيات في قارة أوروبا؟ الإجابة
هنقول ثبات عدد السكان وأن معدل الزيادة الطبيعية في أوروبا تساوي صفر. ثبات عدد السكان ومعدل الزيادة الطبيعية في أوروبا تساوي صفر. السؤال رقم ج، قارن بين إقليم المناخ الموسمي وإقليم مناخ غرب أوروبا من حيث موسم سقوط المطر. هرسم جدول جميل كده واعمل موسم سقوط المطر. موسم سقوط المطر في المناخ الموسمي فصل الصيف، الموسمي في الصيف. إقليم غرب أوروبا طوال العام، يبقى الموسمي في الصيف، غرب أوروبا طوال العام. الخصائص النباتية، الإقليم الموسمي تنمو به غابات موسمية ومن أهم أشجارها جوز الهند، يبقى تنمو به غابات موسمية وأهم أشجارها جوز الهند. إقليم غرب أوروبا تنمو به غابات نفضية وأهم أشجارها الزان. كده خلصنا الجغرافيا. تعالى بقى نتجه للتاريخ. أول سؤال في التاريخ، أعد كتابة العبارات التالية بعد تصويب ما تحته خط. يعني صوب ما تحته خط. 1. كان تحطم الأسطول في معركة ديو البحرية من عوامل التدهور الاقتصادي للدولة العثمانية، وشادد خط تحت الدولة العثمانية. طبعا الإجابة غلط، الدولة المملوكية. 2. شعر الجنود الفرنسيون بأنهم محاصرون في مصر نتيجة ثورة القاهرة الأولى، وشادد خط تحت ثورة القاهرة الأولى. طبعا الصح بعد معركة أبيقير البحرية 1798، معركة أبيقير البحرية. السؤال الثالث في صوب. من مظاهر اهتمام محمد علي بتحسين الري حفر ترعة الإبراهيمية، وشادد خط تحت الإبراهيمية. طبعا الصح ترعة المحمودية. السؤال 4. أصبحت القوات البريطانية على مقربة من التل الكبير، يعني قريبة من التل الكبير، بعد احتلال بورسعيد عام 1882، وشادد خط تحت بورسعيد. طبعا لأ، بالقرب من مدينة القصاصين، يبقى بدل بورسعيد نقول القصاصين. السؤال اللي بعده، بما تفسر. 1. كان كليبر من أنصار جلاء الحملة الفرنسية على مصر. ليه كليبر كان عاوز يمشي من مصر؟ أولا هنقول بسبب الأخطار التي تحيط بالحملة من كل جانب، مثل 1. تناقص عدد جنود الحملة بسبب المعارك الداخلية والخارجية التي خاضوها، هذا 1. 2. إرسال الدولة العثمانية حملة جديدة في العريش ودمياط لإخراج الحملة الفرنسية. 3. عودة المماليك للمقاومة. 4. تجدد ثورات المصريين في الشرقية وامتدادها إلى وسط وغرب الدلتا. هنقول الأخطار اللي واجهت كليبر لما كان عاوز يطلع بالحملة الفرنسية من مصر. السؤال الثاني في بما تفسر. بما تفسر لم ترضخ يعني لم توافق بريطانيا بسهولة بعد تولية محمد علي الحكم. هنقول لأنها قامت ب 1. الضغط على السلطان العثماني بنقل محمد علي من ولاية مصر، فأصدر السلطان العثماني فرمان بنقله عام 1806 إلى ولاية سالونيك في مقدونيا، هذا 1. 2. أرسلت حملة فريزر مارس 1807 لخلع محمد علي وتولية محمد بيك الألفي بدلا منه واحتلال مصر. السؤال رقم 3. السؤال 3 فيما تفسر. بما تفسر حدوث الأزمة المالية في عهد الخديوي إسماعيل. للأزمة المالية حصلت في عهد الخديوي إسماعيل؟ أولا علشان 3 أسباب. السبب الأولاني بسبب سياسة الاقتراض. 2. افتتاح قناة السويس والحفلات التي قام بها الخديوي إسماعيل والتي أنفق عليها ببذخ. 3. علاقة الخديوي إسماعيل بالسلطان العثماني التي اعتمدت على المال والهدايا. تاني هنقول بسبب سياسة الاقتراض. 2. حفلات افتتاح قناة السويس. 3. علاقة الخديوي إسماعيل بالسلطان العثماني والتي اعتمدت على المال والهدايا. السؤال رقم 4. بما تفسر فشل مؤتمر الأستانة
عام 1882 في تنفيذ قراراته. هنقول بسبب قيام بريطانيا بضرب مدينة الإسكندرية بالقنابل تمهيدا لاحتلال مصر، لأن كان من شروط مؤتمر الأستانة عدم تدخل أي من الدول الأجنبية منفردة في المسألة المصرية. يبقى المؤتمر فشل بسبب تحرك بريطانيا لضرب مدينة الإسكندرية بالقنابل تمهيدا لاحتلال مصر. السؤال اللي بعده: ماذا كان يحدث إذا فشل السلطان العثماني سليم الأول في الاستيلاء على إمارة ذي القادر؟ لو سليم الأول ما كانش قدر يستولي على مدينة ذي القادر، الإجابة هنقول لما قامت معركة مرج ضابق بين سليم الأول والسلطان الغوري، ولما استطاع سليم الأول ضم بلاد الشام، أو لما أصبحت الشام ولاية عثمانية. السؤال اللي بعده: ما رأيك في موقف الشعب المصري من مشروع معاهدة لجنة ميلنر؟ موقف الشعب المصري من مشروع معاهدة لجنة ميلنر. هقول أرى أنه موقف صحيح، لأن المعاهدة كانت ستعطي مصر استقلالا سوريا. أرى أنه موقف صحيح لأن المعاهدة كانت ستعطي مصر استقلالا سوريا. السؤال الرابع والأخير: ألف، في عهد أي من حكام مصر حدث ما يلي؟ عاوز الحاكم اللي حصل في عهده الحدث ده. 1. أغلقت معظم المدارس وتم تخفيض حجم الجيش، طبعا ده عباس باشا الأول. 2. تكليف محمود سامي البارودي بتشكيل الوزارة، تكليف محمود سامي البارودي بتشكيل الوزارة، طبعا الخديوي توفيق. 3. إلغاء دستور 1923 وإعلان دستور 1930 اللي عمله إسماعيل صدقي، طبعا الملك فؤاد. عرض قضية جلاء القوات البريطانية. 4. عرض قضية جلاء القوات البريطانية عن مصر على مجلس الأمن، طبعا الملك فاروق. باء، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية: ملكية الأرض أو ملكية الدولة للأراضي ممثلة في السلطان العثماني، وتتم زراعتها عن طريق تكليف الفلاحين، طبعا ده اسمه حق الانتفاع، نظام حق الانتفاع. تاني، ملكية الأراضي أو ملكية الدولة للأراضي ممثلة في السلطان، وتتم زراعتها عن طريق تكليف الفلاحين، ده اسمه نظام حق الانتفاع. رقم 2 في اكتب ما تشير: حروب خاضها محمد علي، دخلها محمد علي، ساعدت على نمو فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية، دي طبعا حروب اليونان. رقم 3: هيئة تم إنشائها للفصل في القضايا المدنية والمنازعات العقارية بين المصريين والأجانب، دي طبعا المحاكم المختلطة. 4. طبقة اجتماعية ظهرت وارتبط نموها الاقتصادي باستمرار الاحتلال البريطاني لمصر. ركزوا قوي يا شباب عشان في ناس كتير جدا عاملة ده غلط. الإجابة الصحيحة هي كبار الملاك. نقولها تاني: طبقة اجتماعية ظهرت وارتبط نموها الاقتصادي باستمرار الاحتلال البريطاني لمصر، دي طبعا طبقة كبار الملاك. رقم ج: دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية. ايه الدليل على صحة العبارة التالية؟ للحملة الفرنسية إصلاحات في الصناعة والزراعة. هقول في الصناعة، حيث قامت بإنشاء مصانع للنسيج وبعض الصناعات الدقيقة والدباغة وحروف الطباعة. تاني في الصناعة، إنشاء مصانع للنسيج وبعض الصناعات الدقيقة والدباغة وصناعة حروف الطباعة. أما بالنسبة للزراعة هنقول تنويع المحاصيل الزراعية والاهتمام بمشاريع الري. السؤال الأخير في الامتحان: ما النتائج التي ترتبت على
إدراك محمد علي حاجة الجيش والأسطول إلى موظفين. إيه اللي عمله محمد علي لما أدرك إن الجيش والأسطول محتاج موظفين؟ هنقول أدى ذلك إلى اهتمام محمد علي بالتعليم. وبكده يا شباب أكون خلصت الامتحان، يا رب تكونوا حليتوا كويس، وبالتوفيق في اللي جاي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.